ان يونج. طبعا اللي عارفني عارف ان انا صيدلانيه، ومفيش حد اشطر من الصيادله ان هم يعملوا منتجات للشعر. لو شعرك خفيف، مش بيطول، ضعيف، هايش، لا 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 لا، كل مشاكل الشعر. وده مش اعلان، ده مجرد حاجه انا جربتها وحسيت ان هي زي الماجيك، فحبيت ان انا اقول لكم عليها، مش اكتر ولا اقل. حابين تسمعوا مني كان بيها، مكدبني، انتوا حرين، انتوا حرين. المشكله بس ان انا محجبه، لولا كده كنت وريتكم الحلاوه. اوكي، تعالوا اقول لكم الزيت ده بيعمل ايه وبيتكون من ايه بعد ما يخلص الاذن نكمل. ويلا نكمل الريفيو بتاعنا. في الاول بس حابه اعرفكم مين صاحبه البراند، عشان بس تبقوا واثقين في ان الزيت مش هيضركم ومش هيعمل اي حاجه لشعركم، لاني صاحبه البراند صيدلانيه. وطبعا زي ما انا لسه قايله، مفيش ناس تقدر تثق فيها فعلا في حاجه زي كده غير الصيادله، لان دي حتتنا لا مؤاخذه، حق ما يزعلش. فصاحبه البراند دكتور ندى على اسمي، هي صاحبة البراند وهي صيدلانية، وهي ما بدأتش البراند غير لما استعملت الوصفة دي على نفسها وعلى مامتها وعلى ناس من قريبها، ولقيت ان هي فعلا زي الماجيك، فقالت طب ليه لا، طب ما اعملها براند وفيد غيري، ليه لا. بس فده شكل العبوة، وهي حرفيا غيرت اللوجو بقى احلى من كده بكتير، والحمد لله يعني عجب ناس كتير، وحتى كمان تطورت وغيرت اللوجو وعملت كمان ميني بوتلز، اللي هو اللي مش حابب ياخد الازازه الكبيره يقدر ان هو ياخد الازازه الصغيره. تعالى بقى اعرفكم الزيت ده فيه ايه وبيعمل ايه. اوكي ليتس جو. والله من كتر الحاجات اللي فيه انا كاتباهم في لسته قدامي فتعالى اقول لكم فيه ايه وكل حاجه بتعمل ايه. تمام. اول حاجه في خلاصه الصدر، خلاصه الحلبه، وخلاصه الروزماري، والحاجات دي بتعالج تعجز الشعر اللي مش بيرضى يطول. دي هتعالج ان تخلي شعرك ان هو يطول اكتر. ولو شعرك ضعيف او خفيف او شعرك شعرتين لما زي اينشتاين كده، هيخليكي زي اينشتايايه كده، هيطول الشعر وهيكثفه وهيملى الفراغات. ده الى جانب ان هو فيه خلاصه الروزماري وكمان زيت الروزماري، وكلنا عارفين زيت الروزماري بيعمل ايه في تطويل الشعر. هتقولي لي طب انا عندي قشره، هل الزيت ده هيعالج لي القشره؟ هقول لك ايوه، لان فيه خلاصه الحلبه، والحلبه زي ما احنا عارفين فيها انتي اوكسيدانت، مضادات اكسده، ومضادات الاكسده دي بتعمل ايه؟ بتنظف فروه الشعر وتعالج القشره وتنهيها نهائيا. طب لو قلتيلي طب انا شعري هايش ومش مترطب مش عارفه اعمل له ايه، بيفضل هايش وبحس ان الشعرايه صايمه ليها 3 سنين، ايه الحل؟ هقولك الزيت ده فيه زيت الافوكادو، فيه زيت الجوجوبا، زيت الارجان، وزيت جوز الهند، ودول معروفين ان هما كينج في ترطيب الشعر. كمان فيه حبة البركة، خلاصة حبة البركة اللي معروفة بالحبة السحرية، لان هي حرفيا ليها استخدامات كتيرة قوي ما بتعطلش في كل حاجة، بتغذي الشعر وبتقوي الشعر وبتمنع تساقطه وبتملى كمان برضو الفراغات. طب انا عرفتكم كل حاجة عن الزيت بس ما قلتلكمش اسمه ايه. ده زيت روبانزيل اويل، هو فعلا اسم على مسمى، انا حرفيا ما استعملتوش غير مرتين بس. طب النتيجة اللي ظهرت معايا ايه؟ النتيجة اللي ظهرت معايا ان انا الشعر مترطب، يعني اثار الصبغة الجزء اللي تحت فيه تقصف وفيه هيشان وفيه منايل بنيلة، بس مترطب، يعني في احساس كده اللي هو ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي، كنت فين من زمان يا اخي. مترطب، الهيشان قل كتير، في لمعه، يعني انا كده اختي ما بتقوليش شعري بيلمع، هو انا فعلا شعري حلو، بس عالج لي قوي اثار الصبغه واللي كانت عاملاه في شعري. لكن حوار التطويل لسه ما ظهرش معايا، لان انا حرفيا ما استعملتش منه غير مرتين وعمل الحلاوه دي كلها في شعري. امال بقى لما اخلص العبوه ايه اللي هيحصل؟ اخيرا ده زيت روبانزل اويل من دكتور ندى ستور، وهي صيدلانيه يعني مكان موثوق. طب انتي مش مصدقاني وحاسه ان ده كلام دعايات وان انا بعمل اعلانات وان انا بكدب عليكي وان انا مش صادقه في ولا كلمه من اللي انا قلتها؟ دكتور ندى عملت ميني بوتلز، يعني حجم اصغر من ده، تقدري تطلبيه وتجربيه، ولو طلع وحش رد عليا وابعتيلي قولي الزيت اللي انت قلت عليه طلع وحش يا ندى، وانا هطلع وهمسح الفيديو. ماشي. اسعارها كويسه جدا، بتوصل كل محافظات مصر. هكتب لكم الرقم اللي لو انتوا عايزين تطلبوا منه، وهكتب لكم كمان اسم البراند لها كمان منشن هنا اهو. تمام كده عدينا العيد، انا بس قلت افيدكم وانتوا حرين.
استنوا بس، انا رايحين فين؟ خدوا لي بس سكرين مع الحلو ده. بس عايزه اقول حاجه، اللي دي زيوت طبيعيه تمام، محتاجه صبر، محتاجه صبر. ماشي هو حلو وفيه حرفيا مكونات رهيبه، يعني جمعت المميزات كلها وحطيتها في زيت واحد، بس برضو دي برضو ما ننساش ان هي زيوت طبيعيه وبرضو محتاجه صبر. فانت مش هتحطيه النهارده بكره هتلاقي شعرك بنزل، يعني مش الدرجه دي، احنا برضو ايه مش عاوزين. تمام بس كده. ونسيت اقول لكم، لو اي حد هيروح يطلب من عندها تبعي كود الخصم اتس ندى، هتعمل لكم ديسكاونت وهتكرمكم جامد قوي. اوكي باي باي.